ريم الرياحي دور آسيا. خلينا نبداو بالنقطة الأولى. اللقاء ساعة مع ريم الرياحي كيفاش كان؟ لقاء كله احترام كله قدر. ما اجتمعتوش انتم في عمل سابقا وحكينا في الموضوع عليه ما قبلتوش الجملة، تبدلنا أطراف الحديث وقلنا لي احنا عمرنا ما تلاقينا نعرفوا معناتها أنا بيان سور شكون يعرف ريم الرياحي تقولي هي بيان سور شكون يعرف لمياء العامري، ما أول مرة باش نخدموا مع بعضنا أول مرة وبديت ريم الرياحي آسيا شفتها توا ولدي تونس كل فاروق ولدي في البلاتو آسيا حب آسيا تموت عليها. ممكن هذاك اللي حركني أنا بالحق آسيا إما خديجة ويني إما لازد خديجة أنا فهمت في البلاتو هكاكا ندوروا بشخصياتنا ندوروا بخديجة وآسيا حتى في البوز بتاع الفطور باش ما تخرجش منك شخصية ونلعب ونعملهم كل ندوروا ونرجعوا قلب الرحى ندوروا ونرجعوا لآسيا وخديجة فهمت. وهي تدافع عليها هي انا واحده من الناس تسخفني آسيا يعني تتعاطف معاه بالطبيعه نتعاطف معاه. كيفاش ربيت حتى كان خطفت ولد الناس انا حاجه بركه هي اللي انا منيش قابلتها كان جيت انا بالحق خديجه ونحاسبها عليها انها ترفض باش ترجع باش تقول لولدي شكون عائلته وشكون اصله وفصله خاطر كما قلت انت هو كبر طبيب ويعرف ماجوري فاكسيني هو يقرر اعطيه هو القرار. ما احنا كيك نحبوا نربيوا اولادنا ياخذوا قراراتهم وتكون عندهم شخصيتهم صحيح ولا لا صحيح. علاش تخبي عليه انت غلط وتزيد تمشي في الغلط معك أنا في ذي وتشوف. وحاجة أخرى اللي ما تقلقتني شخصية ديما نحكي كشخصيات إنه طفل وصل وجع أمه معناتها وجعها بالكلام قدام عينيها وصح عليها وهي موجودة هذيك الكل شنو قسوة. أنا نقول قسوة أنانية زاد وأنانية مفرط فيها أنانية كبيرة تولي وقتها يتنحى لي أنا الغريزة متاع الحنية الحن ومسامح وكريم وكل الحكايات ونخرج الخايب اللي في خديجة شوية.